البارحة الخميس تم طرد 300 مروكي من الجزائر كدفعة أولية. يعني عندنا الدفعة الأولى وجاية الدفعة الثانية والثالثة وعلم الله شحال. 300 مروكي تم طردهم من الجزائر. السؤال المطروح والسؤال الغريب والعجيب اللي أنا براسي كنسأل نفسي هو يعني كيف يعقل؟ استغفر الله مشكلة هذه. دولة اللي فيها البنان، دولة البنان، تخيل معي دولة البنان بغيت غنفهم. دولة اللي هي سويسرا وسويسرا أفريقيا، ودولة عندها الملاعب العالمية، ودولة تدعي أن هناك جارة سوء عند الطوابير. أنا لا أفهم هذه الدولة ديال الطوابير والعالم الآخر، دولة طوابير وعالم آخر في الجوع والفقر. بغيت نفهم انايا اش كدير 300 ديال المراكش. شنو كيديروا تما؟ دخلوا فيزا وحرقوا الفيزا، او دخلوا حراقه؟ شنو كديروا نتوما في الجزائر؟ لهذا انا يعني كنطرح السؤال. الا كانت احنا عارفين واحد العدد ديال المليون او قرابه المليون ديال المراكا كاينين في الجزائر. اخبركم ان هنا في الاسبان المراكا حتى هما عندهم واحد الرقم، يعني هما جاو مع الرومان والكولومبيان، الرومانوس والكولومبيانوس، وعاد جاو المراكا. يعني المغاربه كاينين في اسبانيا بشكل كبير، والمراكا كاينين نفس القضيه كاين حتى في الجزائر بشكل كبير. واليوم غنعطيكم معلومه جديده، معلومه لا اعتقد ان هناك احد تكلم عليها، وان شاء الله اتمنى يعني ارجو من الله اتمنى نكون انا اول واحد تكلم فيها. اتعلمون اخوتي الكرام، احبتي في الله، متتبعين اللي عندنا في هذه القناه، وحتى الخرياش ولا البابون اللي كيتفرجوا فيا وهو كيتحسر، او بعض المرات كيقول لك والله تنسمع ليه، بعض المرات كنحس انه فعلا كيقول كلمه الحق. اتعلم ان عدد المراكا اللي كاينين في الجزائر اكثر من عدد البوليزاريو او الصحراوه؟ شكرا اخويا احمد، ربي يحفظك. نعود صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. تخيل معايا الصحراويين اصحاب الارض هي الصحراء الغربيه، العدد ديالهم اقل بكثير كلاجئين في الجزائر في تندوف. يعني تندوف جزائريه، العدد الصحراوه اقل بكثير جدا. والمغاربه اللي هما المراركه اللي ما عندهم لا حرب ولا مصائب زعما نقولوا ديال ما عندهم والو، العدد ديالهم قرابه المليون. يعني مليون مروكي كاين في الجزائر اكثر من البوليزاريو، وما يمكنش. كيف يعقل انك انت ما عندكش حرب وانت لاجئ في الجزائر؟ ما يمكنش. انا عمري في حياتي سمعت ان صحراوي داير لجوء على المثليه مثلا. لم اشهد في حياتي في المده الزمنيه ديال النهار ولا عندي قدره يعني حاسه ادراك، يعني القدره ادراك في حياتي كامله لم اعرف ولم اشاهد ولم اسمع ان هناك صحراوي من الصحراء الغربيه يعيش كلاجئ في اوروبا على اساس انه مثلي مثلا. هذه عمري ما سمعتها في حياتي لم ارى ولم اسمع ان هناك صحراوي كيدفع طلب اللجوء لانه مثلي. هذه عمري ما سمعتها في حياتي، ولكن سمعت ان كاين هناك ارقام خياليه ديال المراركه كيقول لك انهم بحال محمد السادس عندهم المثليه وخايفين يرجعوا وغادي يقتلوهم وغادي يديروا. هذه انا سمعتها، وماشي سمعتها وشفتها، وجلسوا معايا الناس قلت لهم دير الطلب باش ما يردونيش للمروك. قرابه المليون مروكي كاين في الجزائر
اكثر من البوليزاريو. عيب اخويا، راه نتوما اللي عندكم الحرب ماشي البوليزاريو. كيبان لي نتوما اللي عندكم الحرب. انا كيبان لي دابا بالادراك اللي عندي والقوه، يعني على ما كنرد. الى غلط صحوا لي الاخوان، الى انا غلط صحوا لي. الى شفتوني غلط قولي ودي انت. لان اللي عنده الحرب هو اللي خصو كل شيء في الجزائر. بوليزاريو صحراوه عندهم مشكل في الاحتلال. المغرب محتلهم وحارب معاهم، وانت مروكي شنو كدير في الجزائر؟ تقول لي كتحب الجزائر؟ لا حبيبي لا. انت بيطاري في بلادك مشيتي للجزائر باش دير معاهم طوابير ولا؟ حيت الا قلتي غندير الطوابير غنقول لك اذا انت يا راك جيعان. ولكن الا قلتي انا راني صنايعي، صنايعي وغادي تاكل طرف الخبز في الجزائر، علاه الجزائر عندها الفلوس، لكن انت كتقول لي طوابير والفقر. يعني انت دابا غتخدم عند هاد الناس. على هاد القبال الجزائر من حقها تيدير معكم قانون الكفاله، الكفاله ولا كفاله شي ولا. دابا المشكله، دابا المصيبه، دابا الكارثه العظمى ان الجزائريين لا يريدون دخول المراركه ولا السوريين ولا اي قمقوم، لا يريدون الاجانب. ولو فيها المساله الكفاله لا يرضون حتى بالكفاله. الجزائريين كيقول الكفيل ما غاديش ندير كفيل عليه، ولو ما غاديش ندير كفيل، ما باغيش حتى الكفيل، ما باغيها حتى هما. الفكره ديال الكفيل ضاربين شطبوا عليها، ما عندهم ما يديروا كفيل، ما باغينش يشموا ريحه شي واحد سميتو اجنبي. بغاو الجزائر للجزائريين صافي، ما كاينش. جيتي السياحه مرحبا، شوف مع عينيك طن 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 ارجع لبلادك. تقول لي غنجي ندير استثمار، لا ما ديرش استثمار، خلي الاستثمار ديالك في بلادك بعد منها. فراه هنا فاش كان يعني حتى لو فرضنا ان المرار كرضاو ان يكون هناك قانون ديال الكفيل، فراه الجزائري ما باغيش. تقولي الجزائري غادي يدير كفيل، خويا ارضو هذيك يدير القانون اللي بغا، وتا هما كيحطوا الفيزا وشرطوا عليك الفيزا ودخلتي بالفيزا. غتقول لي لا راه دوك المراركه راه باغيين يحرقوا لاوروبا. بغاو يحرقوا لاوروبا؟ بلاتي نعاودوا هذا السؤال مره اخرى لا يكون شي واحد ما سمعنيش. اذا حاولت ان تقنعني بان الغرض من الدخول للجزائر هو فقط للهجره السريه، راجع معايا دروسك، ارجع معايا الدروس باش تفهم. اولا باش تحرق خاص يكون لك المال، ياك؟ مزيان. منين غتجيب المال؟ منين غتجيب البنكه باش تحرق؟ الجبل المغرب